نحن نعلم أيها العالم الكريم أنك قادر وقادر على أن توضح لنا تلك المعايير ببراعة وموضوعية عهدناها في سيادتك. ثالث معيار كان هل يهمك في مرشح مجلس الشعب توجهاته وآراءه دينية ولا لا؟ كان 69% نعم يهمهم و31% لا. رابع حاجة كان نوع الانتخابات نفسها، هل تبقى بالقائمة الفردية ولا بالقائمة النسبية؟ وكان 51% بالقائمة النسبية و44% بالقائمة الفردية، بينما 5% كانوا مش عارفين الفرق أصلا ما بين الحاجتين. عايزين نكون مؤمن وممارس، مؤمن بدين الإسلام إن كان مسلما، مؤمن بدين المسيحي إن كان مسيحيا، ممارسا لشعائر الإسلام إن كان مسلما، ممارسا لشعائر الكنيسة إن كان مسيحيا. لا نريد مرشحا لا يستطيع أن يذكر اسم الله قبل أن يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم، أيكون المؤمن جبانا قال نعم، أيكون المؤمن كذابا قال لا يصح أن يكون المؤمن كذابا، يصح أن يكون المؤمن في صفات أخرى مذمومة كالجبن والبخل، لكن لا يصح أن يكون كذابا يكذب على الناس. فكيف نثق في الكذاب لندخله مجالسنا التشريعية؟ إنه عندئذ سيصنع مثل ما تفضل أستاذنا العميد وقال سيشرع التشريعات الفاسدة، سيقلل سوء الأخلاق، سيقلل استيلاء الناس على المال العام. أكبر فوز يصير شرط عظيم مع المسلمين، نتفق معها نختلف معها وفاء أخرى يعجبون زعماءها ما يعجبون زعماءها، هذا الأمر. لكن الأمر الذي لا يستطيع أن يجادل فيه أحد أن جماعة المسلمين هي أكبر جماعة سياسية في الشرق العربي كله. تدخل انتخابات في مهدها في مصر وتخوض في 400 دائرة ولا 300 دائرة ولا مش عارف 400 مرشح أو 300 مرشح ثم لا ينجح لها مرشح واحد، هذا دليل على منتهى النزاهة. لأن الرئيس السابق عندما عرض عليه هذا الأمر من أحد المساعدين هب فيه قائلا يعني نعمل إيه؟ نزور لهم الانتخابات عشان ينجحوا؟ طب كيف نمنع التزوير؟ نحن لا قضاة ولا أعضاء نيابة ولا احنا شرطة، نحن المواطن تبع يصوت، روح صوت. كل الذي نرجوه منك أن تذهب إلى التصويت وتدعو من حولك إلى التصويت، كل من عنده بطاقة رقم قومي وتجاوز 18 يوم يروح يصوت، لأن وجود المصوتين يمنع التصويت. عندما تنتخبوا أن تراعوا أن الشباب يمثلون 44% من هذا الوطن. الشباب ليسوا قصا يحتاجون إلى وصاية، الشباب يجب أن يمثلوا تمثيلا حقيقيا في المجالس كلها.